ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. هقول حاجة مختلفة، شوية افكار موجودة جوه عقلي بقالها كام يوم، هقولها عشان تفيدك وعلشان افكر نفسي بيها. ازاي متوقع حياة مختلفة وجميلة وانت بتكرر يومك كل يوم؟ متقوقع على نفسك بنفس الاشخاص، مش بتتعرف على ناس جديدة، مش بتخاطر في طريق جديد. يلا ابدأ. انت مش مستوعب الحياة غالية قد ايه. ما تكونش عايش الحياة بس هدفك تاكل وتشرب، ما تقعش في فخ الحياة التقليدية. انك تكرر يومك كل يوم بيقربك بسرعة للنهاية. انت ممكن تكون راضي عن حياتك وده حقيقي، بس ده لانك مش عارف ان في حياة احسن من كده ممكن تتعاش. ابني حياة تستحق انها تتعاش. الحياة مليانة حاجات جميلة ما بتنتهيش، اكتشفها بنفسك. في اصعب الظروف تقدر تعيش وتكون مبسوط كمان. الهدوء في التفكير مهم في أصعب الظروف. أول ما بتغير نظرتك للمشكلة وتشوف ازاي تستغلها لصالحك، المشكلة بتنتهي وتكتشف فجأة انها كانت هدية. حاجات زي الامتنان، التأمل، لعب الرياضة الصبح، حاجات تبان بسيطة بس بتفرق. حب الاختلاف اللي فيك وعبر عنه، وهتلاقي ناس تحبك زي ما انت، مش هتغيرك على مزاجها. خليك واثق في نفسك، ما تبنيش أفكار عن نفسك من آراء الناس. الإنسان شخصيته بتتطور أحسن كل ما بيركز مع نفسه ويبطل يركز مع غيره. لو ركزت هتلاقي الشغل والاجتهاد متعة. ناس قليلة اللي بتساعدك على الحياة، ناس كتير بتحاول تقتل الحياة فيك. الفنون بأنواعها سواء رسم ولا أفلام ولا موسيقى حاجة ليها قيمة كبيرة جدا، بتخرج الناس من مشاكلها لعالم تاني تماما. الفن ممكن يلهمهم بفكرة، يحفزهم، يبسطهم. فما تصدقش اي حد يهاجم الفنون ويقولك انها تافهة وملهاش معنى. العالم من غير فنون عالم ممل وكئيب. لو ملكش هدف في الحياة هيجي واحد يخدعك ويمشيك وراه ويحسسك ان ده هدفك، خصوصا في عصر التطور التكنولوجي اللي احنا عايشينه اليومين دول. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، السلام.